ميه وغاز وصرف صحي انا برضه عاملها. واحد مرشح طالع بيقول لك ايه ده بيكذب بقى، عملها ايه؟ طب نحفر الارض ونطلع اللي انا عامله. خد بالك؟ فانا بوعد الناس بايه؟ بوعد الناس هكمل اللي انا بداته. يعني مفيش عيل بلطجي هيبقى في النادي. اي حد في النادي من رئيس النادي الازهر عامل هو خادم للازهر هيبقى في النادي. مفيش عشان تجيب لي ترابيزه ومفرش اديك 5 جنيه، انا ما عنديش الكلام ما بعملوش. خلاص اي بنت هتخش النادي مش عارف ايه باين عامله ايه بقى بره هي وابوها وامها. حاجه ثانيه بعد اذن حضرتك، بالنسبه للناس اللي ما بتخشش اعضاء، السرقه اللي اتسرقناها السنه اللي فاتت في النادي ومحدش بلغ عنها. وحضرتك لو كنت موجوده ايام كنت هتعرفي. ما انا كنت موجوده ايام حضرتك، كان انا مع حضرتك كنت بتمنع ان الناس اللي بتشتغل ما يدخلش قرايبهم. ممنوع. بس دلوقتي بيدخلوا، فاحنا عايزين الحاجات دي فعلا. عشان الدكتور كمال ده بس. طب مصير الانتخابات في ظل الكلام اللي بيتقال هتتعمل بص تاني الانتخابات هتتعمل غصب عن التخين في البلد. بس فاتخن واحد في البلد مين؟ قول انت مين؟ عشان يبقى انا. قول انت مين؟ اللي انت تقوله. قول انت. انا معاك في اي حاجه. منصور هو اطول واحد واتخن واحد في البلد. خلاص هتتعمل انتخابات. الجواب اللي جه من دي يبل واشرب ميته. بص يا بيه، في جمعيه عموميه 12 في الجورنال بيان دعوه للجمعيه العموميه. خلاص الجمعيه العموميه دي مين؟ الناس حضرتك شايفهم دول كلهم الاف هنا وفي الترسانه وفي الاهلي في كل الانديه. خلاص انا عايز افتح تمام اتفضل. الجمعيه العموميه دي ما دام انت دعيتها محدش يقدر يقول لا روحوا، ولا الكلام ده هيحصل ولا الجن الازرق. وبعدين الدوله فيها قانون، هتطبق القانون احنا معاك حبايب، مش هتطبق القانون هتبلطج هتشوف اللي عمرك ما تشوفه في حياتك. طب يا استاذ في حاجه ثانيه بعد اذنك، بالنسبه لخدمه الاعضاء اللي انت